مرض غامض يصيب عددا من المغاربة هذا الصيف. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. يشتكي عدد من المواطنين المغاربة في الوقت الراهن من الإصابة بأعراض أمراض مشابهة للزكام الخفيف أو الإنفلونزا الموسمية، وهو ما أثار كثيرا من التساؤلات عما إذا كان الأمر يتعلق بأعراض ناتجة عن تغير المناخ ونزوح الجو العام نحو البرودة، أم أن الأمر يتعلق بطفرة راهنية من كوفيد 19 مستترة موازاة مع الحركية التي تشهدها المناسبات الاجتماعية الصيفية. وباللقاء ببعض هؤلاء الذين يشتكون الأعراض نفسها تقريبا، حمى وارتعاش بدني وارتخاء جسدي وإحساس بالعياء، مما جعلهم يلجؤون مباشرة إلى اقتناء أدوية معروفة أساسا باعتمادها من قبل الأفراد المصابين بالزكام أو الإنفلونزا الموسمية أو العدوى الفيروسية، بما فيها الأكياس التي تحتوي على مسحوق قابل للذوبان. قال الطبيب حمدي في هذا الصدد: إننا كأطباء نسجل فعلا أن هناك حالات إصابات عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة بأمراض تتشابه أعراضها مع أعراض الزكام الموسمي، على الرغم من أننا اليوم لسنا في مرحلة هذا النوع من الزكام الذي يكون عادة بين شهر دجنبر وفبراير من كل سنة.